كان يا ما كان في قديم الزمان، كان واحد الراجل حكيم ساكن في دوار صغير، معروف بين الناس بالحكمة ديالو والفتنة ديالو. هاد الراجل كان عنده 3 الأولاد، وكان بغا يزرع فيهم الصبر والحكمة، وسماهم كاملين بنفس الاسم، جلالي. الناس في الدوار تعجبوا من هاد الشي، وقالوا عجب هاد الراجل علاش سمى ولادو كاملين بنفس الاسم. ولكن الراجل كان حاط السر في قلبه، وما عرفو حتى حد غير الله. الراجل الحكيم شاخ وعرف أن الأجل قريب، داكشي علاش قبل ما يموت جمع ولادو عنده وقال: ولادي راني حاس بأن ما بقاش في العمر كتير، إلا وصل الأجل ديالي غتفتحوا داك البيت القديم، فيه واحد الصندوق دا الخشب قديم، وقال ليهم فيها وصيتي ليكم. دازوا ليام من اللي وصل أجل الشيخ الحكيم وتوفاه الله سبحانه، مشاو للبيت فتحوا الصندوق وهزوا الوصية، لقاو فيها جملة وحدة مكتوبة: الجلالي غيورد، الجلالي غيورد، الجلالي ما غاديش يورد. تعجبوا كاملين، تقلبوا على راسهم، ما فهموا والو، وما فهموا شكون فيهم المقصود، وعلاش واحد منهم تحرم من الميراث. من بعد تفكير طويل مشاو عند شيخ القبيلة وخبروه بهاد الوصية، وقال ليهم راه هاد الأمر فيه حكمة، وما غادي تفهموها إلا من عند واحد القاضي معروف بالفطنة والحكمة، كاين في الدوار الفلاني، سيروا عنده، هو اللي غيحل هاد الحكمة. الإخوة 3 شدوا الطريق وقطعوا الجبال والوديان حتى وصلوا للطريق بين الجبال، ولقاو واحد الراجل كيجري وكيدور هنا وليه. سلموا عليه وقال ليهم: وعليكم السلام، بغيت نسولكم واش ما بانش ليكم واحد الجمل من الطريق اللي جابتكم؟ تعجبوا لي إخوة؟ قالوا ليه لا ما شفنا شيء. قال لهم الله يجازيكم بخير، سمحوا لي، وقلب وجهه بغا يمشي هو يعيطوا ليه. قال ليه الأول: واش البعير ديالك عور؟ قال الراجل: قال الثاني: واش البعير ديالك كسر الذنب؟ قال الراجل: قال الثالث: واش البعير ديالك عرج؟ قال الراجل: رجع الراجل وسولهم: إذا شفتوه؟ قالوا ليه: لا والله ما شفناه. تخاض الراجل وقال: كيفاش عرفتوا هاد الأوصاف بلا ما تشوفوه؟ انتوما شفارة، جاوبوه بصراحة: ما سرقناه وما شفناه، حنا معاك صادقين. غضب الراجل وقال: غادي تمشيو معايا دابا عند القاضي. جاوبوه: على خاطرك، حنا أصلا غاديين للقاضي. وافق الراجل ومشى معاهم حتى وصلوا عند دار القاضي. ملي دخلوا حكموا البعير اللي وقع عليه مع هاد الإخوة، ولكن الإخوة نفاو القاضي أنهم شافوا شي بعير أو تلاقاو معاه أبدا. وبدا القاضي كيسولهم واحد واحد: علاش قلتوا البعير عور؟ قال الأول: شفت آثار ديال الشجر اللي كلا منه في الطريق، كان التمر اللي فيه مأكول من جهة واحدة، والجهة الثانية باقي عانرة التمر، فهمت أنه أعور. سول الثاني: وكيفاش عرفتي الذنب ديالو مقطوع؟ قال الثاني: شفت الفضلات ديالو في الطريق نجمعها في مكان واحد، عرفت أن الذنب ديالو مقطوع. كون ما كانش مقطوع، كون كان مشتت في الأرض. سول الثالث: وكيفاش عرفتي عرج؟ قال الثالث: شفت آثار رجلو في الرمل، 3 داينين والرابعة ما بيناش، وعرفت أن واحد من رجليه عرجة. القاضي حكم: هاد الرجال ما سرقوا بعيرك وما شافوه. والراجل مشى يقلب على بعيره. من بعد القاضي قال للإخوة: وانتوما شنو اللي جابكم وشنو قصتكم؟ حكاو ليه لغز الوصية اللي خلى ليهم باهم. قال ليهم القاضي: هاد الوصية فيها حكمة، والحكمة خاصها شوية الوقت باش تفكر فيها وتخمم باش تفهم.
ودابا الليل قرب، سيو استراحوا وباتوا عندي هاد الليلة، والصباح إن شاء الله يفرج. عيط على الخادم ديالو، قال لي يذبح واحد الشات ويجيب ليهم الطعام، ولكن يراقدهم ويسمع كل كلمة. ملي جاب الخادم الماكلة بداو الإخوة كيشوفوا في بعضياتهم. قال الأول: ما تاكلوش، هذا ماشي لحم الغنم، هذا لحم كلب. قال الثاني: المرأة اللي خبصت هذا الرغيف حاملة في شهرها التاسع. قال الثالث: هاد القاضي ولد الحرام. سمع الخادم هاد الشي ومشى بلغ للقاضي. القاضي تعجب بزاف. القاضي مداه نعاس ديك الليلة طول الليل وهو يخمم. مشى سول الخادم: واش صحيح أن الخادمة اللي عجنات الرغيف حاملة؟ جاوبو: حاملة في شهرها التاسع. سول الجزار: شنو ذبحتي البارح للضيوف في الطعام؟ جاوبو: غنم. القاضي قال: كذبتي، غاقور الصراحة. اعترف الجزار: ذبحت كلب لقيته في الطريق، حيت الراعي تعطل ليلة البارح. أما الثالث، القاضي سول الخادم. شنو قال الثالث؟ الخادم ارتبك، خاف من الغضب ديال القاضي، ولكن بالقليل من التهديد اعترف. قال: إنك ولد حرام. القاضي غضب ومشى عند أمه، سولها واش هاد الشي صحيح. نكرت في اللول، ولكن بعد الإصرار اعترفت: صحيح، باك ما كانش تيولد وجابك من الشارع ورباك. القاضي يجمع الإخوة مرة أخرى وبدا يسولهم على كل شي اللي شافوه. سول الأول: كيفاش عرفتي الخادمة حاملة؟ جاوب: شفت الرغيف كان لاصغ من جهة ومنفوخ من جهة أخرى، وعرفت أن كرشها ما خلاتهاش تكرس العجينة من جهتها مزيان، وهذا هو السبب. السؤال الثاني: كيفاش عرفتي أن لحم اللي في الطعام ديال الكلب؟ جاوب: لحم الكلب فيه العظم ثم الشحم ثم اللحم العضلي، أما الغنم فيه العظم عاد اللحم ثم الشحم، فرق واضح. السؤال الثالث: كيفاش عرفتي القاضي ولد الحرام؟ جاوب: السي القاضي، كيفاش تكرم الضيف ولكن في نفس الوقت دير عليه اللي يتجسس عليه، هاد القاعدة ماشي ديال الناس التقية. القاضي قال: مزيان، الحق بان. دابا غنقول لكم الحل ديال الوصية. شكون الجلالي اللي قال اللحم ديال الكلاب؟ قال الأول: أنا أسيدي. قال القاضي: انت غادي تورط. قال القاضي: شكون الجلالي اللي قال المرأة حاملة في شهرها التاسع؟ قال الثاني: أنا أسيدي. قال القاضي: انت غادي تورط. قال القاضي: شكون الجلالي اللي قال أنا ولد الحرام؟ قال الثالث: أنا أسيدي. قال القاضي: انت اللي ما غاديش تورط حتى سنتيم. قال ليه الثالث: علاش؟ جاوبوا القاضي: لأنه ما تيعرف ولد حرام إلا ولد الحرام بحاله. من بعد ما رجعوا للدوار ديالهم، الإخوة سولوهم هم: شكون هاد الجلالي خونا؟ اعترفت الأم في الأخير وقالت: صحيح داكشي اللي قال لكم القاضي، باكم لقاه مع الفجر قدام باب المسجد ورباه وسماه الجلالي بحالكم. ومن داك الوقت ذاع صيت القاضي الحكيم في الدوار، وبقات هاد الحكاية مثال على الفطنة والحكمة والتمييز بين الحق والباطل، وكل شي كيتعرف غير بالتمحيص والدقة.